السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا ابطال ثانوي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده احنا هنتكلم عن فيديو مختلف تماما عن كل مرة. مش هنكمل سلسلة المواد. النهارده الفيديو ده حاجة كده مختصة ما بينهم، لان اغلبكم كلمتوني علشان المشكلة دي واغلبكم عايزين حل ليها. اول حاجة هنتكلم عنها النهارده هي اكتر مشكلة بتواجه كل الناس من اول ما الجدول نزل: النوم. من يوم ما الجدول نزل وانتوا اغلبكم مفيش حاجة قدامكم غير النوم، بتناموا طول اليوم. اليوم بتاعكم اصلا عموما اتشقلب، الساعة البيولوجية بتاعتكم اتغيرت، بجانب ان رمضان دخل والدنيا باظت اكتر. اغلبكم كل لما يقول انا بنام كتير، انا بنام 12 ساعة، انا بنام اكتر من 10 ساعات، انا بخرج وبرجع انام، بقول هذاكر وبنام، بقول 5 دقايق وهرجع اذاكر وما بذاكرش. كلكم واقعين في المشكلة دي المشكلة اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة كعامة، وهنتكلم على كذا نصيحة كده ان انت تمشي بيها علشان تكمل اللي باقي. انا عارفه ان من يوم ما الجدول نزل والدنيا معاكم باظت بداتوا تتوتروا، بداتوا تخافوا، بقيتوا مش عارفين تعملوا ايه، بس الخوف بتاعكم ده بقى بيتحل بالنوم او بان انت تتعب وتفضل فتره كبيره بعيده عن المواد او بعيده عن المذاكره او بعيده عن اي حاجه. طب احنا هنعمل ايه علشان نحل المشكله دي؟ هتحاول تظبط ساعات يومك. ازاي؟ الدروس بتاعتك لو هي متفرقة على مدار اليوم، يعني انت بيبقى عندك دروس الصبح، دروس العصر، دروس بالليل، هتحاول على قد ما تقدر مع المدرس اللي انت معاه تقول له انا عايز دروسي تبقى في ميعاد محدد. يعني انت تخلي دروسك لو هتبقى الصبح يبقى كله ورا بعض، ولو العصر كله ورا بعض، ولو بالليل يبقى كله ورا بعض، بحيث ان انت تسيب فترة عشان تنام فيها وفترة علشان تذاكر فيها والفترة التالتة للدروس. انت معاك 3 فترات في اليوم: الصبح وعصر وبالليل. في فترة من دول لازم تكون بتذاكر فيهم، باقي الفترات عادي مش مشكلة، هيبقى معاك واحدة للنوم وواحدة للدروس. طب انا المدرس بتاعي مش راضي ومعاند معايا، وانا درسي الساعة 6 الصبح ودرس الساعة 3 العصر ودرس بالليل والدنيا بايظة معاك خالص. لا خلاص، يبقى انت بعد كده هتحاول تخلي ال6 ساعات النوم بتاعك على قد ما تقدر تظبطهم. خلاص انا نمت ال6 ساعات النوم بتوعي، ملامش تاني ابدا. ابعد عن اي مكان في سرير، ابعد عن اي مكان في حاجة ان انت تفرد جسمك عليها. مجرد ما تاخد الوضع ده كده تحاول ان انت تبقى في حالة ريلاكس كده. بلاش الحالة دي، لان طول ما انت بتحاول يبقى في استرخاء بيبقى بتحس ان انت خلاص هتبدأ تنام، الدنيا معاك بدأت تظبط، بقيت مؤهل للنوم. خلي الإضاءة بتاعت المكان اللي انت فيه عالية جدا. طب انا ازاي هقعد في إضاءة عالية؟ انا واحدة بتعب من النظر او من الإضاءة العالية. الإضاءة العالية دي بتسبب لي توتر، بقلق. حاول على قد ما تقدر، لان الاضاءه العاليه بتنشط خلايا المخ، بتخليك تبقى مركز، بتخليك من كتر الاضاءه ان انت ما تعرفش تنام ابدا، النوم بتاعك هيبدا يتظبط. طب انا دلوقتي بقى من يوم ما الجدول نزل وانا حاسه ان انا خايف وان انا قلقان، ما بقتش عارفه اعمل ايه، حاسه ان الدنيا تاهت مني، حاسه ان ما عادش في وقت ان انا الم. كل ده غلط. اي نعم الدنيا معاك ومش زي السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت كانوا ممتحنين يوم 21/7، فرق السماء والارض ما بينكم وما بينهم، بس مش مشكله، انت لسه معاك من النهارده 61 يوم من اول ما هتشوف الفيديو ده لحد الامتحانات. يعني 61 يوم كافيين يغيروك. الفتره دي اكتر فتره ممكن تنقلك نقله تانية خالص. في ناس كانت متوسطه وتحت المتوسط وعدت، وانا معايا لسه ناس دخلت هندسه وناس دخلت ألسن بعد الفيديو اللي اترفع، اللي اغلبكم قاعد يقول ده فيك ومفيش الحوارات دي، وانا وريتكم السكرينات على المنتدى وعرفتكم ان كل حاجه كانت صح. فانا معايا وبرضو هنزلهم لكم وهحفزكم وهنفضل نتحسن والدنيا هتبقى مظبوطه. الدنيا معاك هتبدأ تظبط، هتحس ان انت بدأت تظبط لو بدأت تذاكر. الخوف هيقل. الفترة دي فترة خوف عادي جدا، خايف براحتك وكل حاجة، بس مش على حساب المذاكرة. يعني ذاكر برضو، انت ما تقولش اصل انا خايف فهنام، اصل انا خايف فاحاول ان انا ابعد، اصل انا خايف فهفضل قاعد على السوشيال ميديا اكلم صحابي بالساعة والاتنين والتلاتة والاربعة. عدى يوم ورا يوم ورا يوم، الايام بدات تقل منك، بدات تضيع. بدل ما بعد ما كان معاك 60 يوم ان انت تقدر تلم فيهم المنهج، مبقتش معاك ايام. طب ليه؟ طب ما انت لو بدات تلم من دلوقتي 20 يوم، و20 يوم كافيين ان انت تراجع مرتين، 20 يوم الباقيين هتلم فيهم المنهج. انت فعليا هتبدا امتحانات يوم 18/6. يوم 12/6 ده انت عندك تقريبا دين وتربية وطنية، دول مادتين مش هيضافوا للمجموع. يعني انت مش محتاجهم اصلا، ولا تقول اصلا انا هاخد كورس ولا انا هاخد مش عارف ايه.
تاخدش اي حاجه فيهم. هما فيديوهات الامتحان هيلموا لك الدنيا دي كلها، لان المادتين دول ولا هيضافوا للمجموع ولا هيأثروا عليك في اي حاجه. يعني هما انت مش مستفاد منهم، هما مجرد بس اسمك دخلت، انت مجرد عايز تنجح، وهتنجح وهتجيب درجه كويسه لو لميتهم ليله الامتحان. يبقى معنى كده ان انت ما تديلهمش اي اهتمام ولا تضيع فيهم ساعات. اصل المستر كذا عامل كورس 4 ساعات، واصل المستر كذا عامل كورس 5 ساعات. ده كله غلط، وده كله تضييع من وقتك انت. اول امتحان فعليا انت هتقعد فيه كثانويه عامه يوم 18/6، امتحان العربي. ده اول امتحان انت هتبدا تشوف تعب السنين كلها، تعب السنه كلها. ال 12 سنه كلهم في السنه دي هيبدا يظهر انت تعبت قد ايه في ابتدائي، وتعبت قد ايه في اعدادي، وتعبت قد ايه في ثانوي. ده الملخص بتاع بقى التعليم كله. هتتنقل بعدها الجامعه نقله تانية تماما، مختلفة في كل حاجة، مختلفة في دراسة، مختلفة في حضور، مختلفة في مراجعة، في مذاكرة. كل حاجة في الجامعة مختلفة. يبقى انت عشان تخلص السنة دي كده على خير وتدخل الكلية بتاعتك اللي انت نفسك فيها، واللي انت ان شاء الله هتحقق حلمك وهتوصل لها، يبقى لازم تتبع حاجات معينة. لازم تذاكر كويس، لازم تخاف على مصلحتك، لازم تعمل كل حاجة تقدر عليها عشان تفرح اهلك. هم مش مستنيين منك غير ان انت تفرحهم. هم حتى لو هم بيزعقوا لك او بيقولوا لك ذاكر او كل ده، والله ده كله علشان مصلحتكم. ده كله هتحتاجوه بعدين، هتقولوا يا ريتنا سمعنا الكلام. بس لحظة ندم النتيجة مش كويسة خالص. فعلشان كده لازم تسمع من دلوقتي، ما تعاندش عشان توصل، وعلشان تحقق حلمك، وعلشان تعمل كل حاجة انت نفسك فيها. لما تدخل الكلية اللي بتحبها تبقى دخلت المجال اللي انت حبه، هتبقى حبيت الحاجة اللي انت فيها، هتبدع فيها، هتوصل فيها، كل حاجة تبقى كويسة. وكل ده مش هيحصل غير لو انت ظبطت النوم بتاعك. لما تظبط النوم هتذاكر، لما تذاكر هتوصل لحلمك. خلاف كده انت بتلعب، انت كده ما بتعملش اي حاجة تستفاد منها. يبقى كده علشان النوم قلنا نزود الاضاءة، نقفل الفون بتاعنا علشان التشتت كمان بعيدا عن النوم. طب انت لو صاحي وماسك الفون، لا اقفل الفون بقى علشان تذاكر. يبقى كده احنا معانا الاضاءة كويسة، معانا هنذاكر في مكان مفهوش اي سرير ولا اي حاجه ان انت تقدر ان انت تنام فيها او ترتاح فيها. ما نقعدش في وسط تجمع ووسط زحمه ونقول اصل انا هذاكر، انا زهقت من خنقه الاوضه. ده غلط، انت بتضحك على نفسك وبتوهم نفسك ان انت بتذاكر، لكن انت كده مش بتذاكر. هرجع وافكرك ان الوقت اللي فاضل كافي جدا ان انت تقدر تلم المنهج، تقدر تعيد من الاول، تقدر ان انت تحقق حلمك، تقدر ان انت توصل. قوم من دلوقتي يلا، اول ما تسمع الفيديو ده قول خلاص يا رب انا هبدأ عهد جديد معاك، يا رب انا هتغير من الحاجة اللي كنت عليها للأحسن، يا رب أنا مش هستسلم، يا رب أنا مش هضيع تعب بداية السنة ولا تعب الدروس ولا مصاريف أهلي ولا أي حاجة على الفاضي. أنا هقوم من دلوقتي أذاكر. هتبعد النوم خالص، حتى لو هتشرب قهوة مرة واتنين وتلاتة مش مشكلة بقى الفترة دي، اشرب قهوة على قد ما تقدر. طب الناس اللي بتشرب قهوة وتنام يبقى ما تشربش، أو اعمل قهوة على نسكافيه. مين هيقولوا ايه اللي انت بتقوليه ده؟ اعمل قهوة على نسكافيه. لو اللي بيشرب قهوة بينام، هيحط الاتنين مع بعض الدنيا هتظبط معاه شويه، بس مش كتير. يعني حاول تقلل لان ده برضو كافيين وكل ده، حاول تقلل على قد ما تقدر عشان ما تتعودش عليه. كده يعتبر كل حاجه انا قلتها لك في الفيديو ده. لو لسه عايز تسال عن اي سؤال او عايز تعرف اي حاجه، انا برضو هبقى سايبه لكم كل حاجه عني في الديسكريبشن بوكس، كل حاجه تعرفوها. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ولو اي حد عايز يدخل معايا الكامب بتاع التحديات او عايز يشوف الملخصات او اي حاجه، برضو سيب في الكومنتات وانا هرد عليه. على خير في فيديوهات جديده، واسمع عنكم كل خير ان شاء الله. وان شاء الله يجي يوم النتيجه والاقيكم محققين حلمكم كلكم وترجعوا للفيديو ده تقولوا ان انتوا وصلتم.